اول ما بيمسك الجيلاتي بيسيح على طول، وبيقدر كمان بصباع واحد يسخن الميه كلها ويخليها تغلي، ولما بيمسك المخده بتولع من شده السخونيه اللي في جسمه، والبنت بتندى على امها، وامها لما بتوصل بتلاقي السرير كان هيولع، وده لان الطفل ده عنده وش غريب في جسمه، درجه السخونيه عاليه جدا، واي حد يمسكها تسيح وتولع، وامها بتفضل تعيط ومش عارفه تعمل معاه ايه، حتى اللعب اللي بيلعب بيها كلها بتولع، وبيجيبوا طفايات حريق كتير في البيت عشان لو في اي حاجه يلحقوا نفسهم. وابوه لما كان بيشرب شاي بياخد بقه منه من غير ما ياخد باله، ولما بيروح يشرب منه بيلاقي الكوبايه مولعه، وبمجرد ما بيحط صباعه في الميه الميه بتغلي وبتطلع بخار. امه بتجرب عليه تجارب كتير لحد ما بيكبر، وبرضه مفيش فايده ولا خلطه بتنجح، وبتحط له تلج على ظهره بس جسمه بيسخن وبيسيح بسهوله، واخر ما بيزهقه بيودوه لشيخ، بس الشيخ اول ما بيحط الشعر على راسه عشان يصلي بيه الشعر ده بيولع، وهو العروسه بيفضل يتريق عليه وبيقول انت هتتجوز بنتي ولا تولع فيها، واخت العروسه بتديله واحده جيلاتي بس هو اللي بيرفض عشان هتسيح، والبنت بتصر لما بياخدها منها ما بتسيحش، وكلهم بيفرحوا عشان رجع لطبيعته وبقى زي اي انسان، بس بيطلع في الاخر ان ده علامه تكييفات.